اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا معايا هنعمل النهاردة صينية رز بخاري في قلب الفرن. بإيه؟ بالرز بالبطاطس والريش الضاني. هعمل بقى إيه 3 طبخات في واحد. ادي عندي هنا اللحمة الضاني، ده كيلو. جبت عندي بصلاية واحدة وملح وفلفل اسود، همسكهم ابشرهم. بعد ما ابشر بقى البصلايه هروح حاطه عليها الملح والفلفل الاسود، هسيبهم شويه وبعدين اتبل بيها اتبل بيها اللحمه بتاعتي كلها. خلاص كده حطيتها في الطاجن ده، اغطيها بستريتش واحطها في التلاجة ليله كامله. اجي بقى تاني يوم، جبت الصينيه بتاعتي وجلفنتها 3 مرات كده بالفويل عشان خاطر اقويها شويه، عشان هي اقويها وفي نفس الوقت الصينيه ما تتبهدلش. وبعدين حطي ورقه زبده، وبعدين بقى حطي في الصينيه رز بسمتي منقوع. ماشي. وبعدين جيبي بقى هنا بصل حلقات، حطي ملح وفلفل، وبعدين جيبي بطاطس ومقطعه حلقات. نرجع بقى للرز المغسول. ماشي. ونحط عليه البهارات الخشنه ونقلبه، وحبه فلفل. ماشي. انا حطيت البهارات الخشنه، عطيها كده تكايه كده، والليمونه والورق لورا وكله قلبت كله بقى مع بعضه عشان البهارات الناعمه تنتشر فيها، اللي هو الفلفل الاسود واللي عطيتها قرشه كده. ماشي. بس كده، انا مش هحط حاجه تانية. خليكم كده ماشيين معايا خطوه خطوه. ماشي. ايوه، وزعي كده كل حاجه وتوزعي الرز كويس في الصينيه، ما تخليش حته كده فاضيه. هو ده اللي انا عملته. هجيب بقى الميه المغليه واحطها عليه. الميه دي غلياه، حطيتها فوق الرز. وما تخافيش لو معيار الرز زيادة، ما تقلقيش. ماشي. انا بعمل كده بالبركة. كده بقى انا جبت السلكة دي، حطيتها فوق الصينية. هي الصينية بتتباع بالسلكة دي. هنيجي نحط على السلكة دي فويل، ونجيب كده السكينة ونبدأ نخرمها. نحط عليها البطاطس بالبصل اللي احنا بهرناها، ونحطها فوق بعض. نجيب الريش اللي كنا عاملينها من امبارح ونحطها فوق البطاطس. خلاص كده كل حاجة كده عندنا مظبوطة. الرز ما حطيتش فيه قدام، لان اللحمة فيها دهون هتنزل، والسوائل بتاعة اللحمة فوق الرز هتديله طعم في حتة تانية خالص. امسكيه بقى غلفيه برضو كويس بثلاث 4 مرات، وحطيه في الفرن. بعد كده ساعة طلعته اشوفه، هجس كده بقى اللحمة دي صغيرة، ريش ضاني صغيرة. اشوف كده البطاطس، لقيت البطاطس ما شاء الله بالمعلقه بتتهرس. خلاص كده يبقى الدنيا كلها استوت، لان اللحمه صغيره. شلت كده السلكه بتاعتي، وبشوف الرز. بصوا ما شاء الله ملا الصينيه. ماشي. يعني انا بزقه كده، بصوا مفرفر مفرفر. إيه ما شاء الله، تضاعف ليه؟ حاطه ميه سخنه وسايباه يستوي بقى براحته. وخلي بالكم انا كنت حطاها على السلكه، مش حطاها في القعر، انا حطاها على السلكه في اول دور الصينيه. بصوا بقى الرز بتاعها ما شاء الله، بقلبها كويس وارصها عشان بقى اوريكم الرز. بصوا ما شاء الله نسري الرزايه كده بحبتها. انا بقرب لكم خالص. بصوا انا حطيت بقى الصينيه السلكه فوق الصينيه من الناحيه التانية، 3/4 من بره. ماشي. وريتكم اهو، اللي ياكل ياكل من الصينيه والبطاطس والرز جنبي، لان هي ليها كراسي. فبسم الله ما شاء الله الاكله رهيبه. عايزه اقول لكم كلوها كلها، ما خلوش فيها اي فتفوتة رز. جميله جدا، روعه ورهيبه. جربوا وجبتنا هتعجبكم جدا، وحلوه جدا في رمضان ومتاخدش منكم وقت. مجهزين كل حاجه، يلا في الصينيه وحطوا. وجلفنت الصينيه بالفويل، بصراحه ما يتوسخش الصينيه. طريقه جميله جدا وسهله ورهيبه، والطعم حكايه.